لأول مرة هحاول أفضفض وأقول اللي أنا حاسس بيه. يمكن أرتاح، يمكن ألاقي إجابة للي أنا فيه. النهاردة صحيت من النوم عادي، ولا شاغل دماغي بأي مشاكل. مش عشان مفيش مشاكل، لكن عشان بحاول أتناسى. بس الحقيقة إن أنا كل حياتي كنت بكذب على نفسي. اللي يشوفني من بره يقول ده مفيهوش حاجة، وعايش حياته بالطول وبالعرض. لحد ما أنا ما صدقت عن نفسي الكذبة دي. لكن الحقيقة إن كل شيء بيبقى تمام على مدار اليوم، لحد ما أقعد لوحدي وأسيب نفسي لدماغي. بس المرة دي قررت إني أحاول أفهم وأواجه نفسي، لأن في حاجات شكلها بيبان علينا من بره إنها انتهت، بس من جوانا لسه ما انتهتش. مشاكل عدت بس لسه سايبة أثرها فينا. ساعات بنحس بضيق أو خنقة من غير سبب واضح، بس السبب الحقيقي إن جوه كل واحد فينا حاجات وجعته من قبل كده بس لسه منسيهاش. زعل، إحساس بالظلم، أسئلة من غير إجابة، حلم لسه ما اتحققش، تراكمات قديمة بنفتكر إننا عديناها. بس الحقيقة تبقى قاعد في أمان الله، لا بيك ولا عليك، ومرة واحدة يجيلك فلاش باك تفتكر بيه حاجات عشتها بسبب ريحة معينة شمتها، شارع مشيت فيه، موسيقى أو أغنية سمعتها، وترجع تفتكر وتحس بكل حاجة من تاني. لسه بنفتكرها، لسه جوه القلب، ولسه بعاني منها. المشكلة إن أنا لما حد بيحكي لي عن موقف ومسبب له أزمة ويكون شبه مشكلة أنا مريت بيها، بقدم له النصيحة اللي فعلا تحل له المشكلة. بس الغريب والمضحك إن أنا مش عارف أنصح نفسي. مش عارف، هل أنا مش قادر أعمل بالنصيحة، ولا فقدت الشغف والأمل في نفسي؟ ما بقاش عندي نفس لأي حاجة. ملامحي وشكلي بقوا أكبر من سني، عايش كده وخلاص. اللي كان يعرفني من كام سنة ويشوفني دلوقتي هيستغرب، لأنه مش هيلاقي نفس الشخص. انت وازاي اتبدلت كده؟ بقيت فعلا مش عارف. بس اللي اعرفه اني زهقت ونفسي اطلع من اللي انا فيه ده. النهاردة اول مرة اقعد مع نفسي واتكلم بالشكل ده، والصراحة وانا بتكلم دلوقتي حسيت اني ارتحت فعلا، لاني ابتديت اتكلم. اول مرة اكسر حالة الكتمان اللي كنت واخده اسلوب حياة، واول مرة اسمع نفسي من غير ما اقطعها. واخيرا ما بقيتش بفكر في احساس الالم وكل اللي فات، لكن بفكر اعمل ايه في اللي جاي. الواحد دايما عنده اكتر من طموح، يعني حب، وظيفة، بيت، فلوس. بس للأسف في اللي ما تحققش منهم، او حتى كلهم ما تحققوش. وايا كان ايه هو السبب، الظروف، او حتى انا السبب اني قصرت، ايا كان، خلاص مش هعاقب نفسي واجلد فيها. والسؤال اللي بفكر فيه دلوقتي، ليه انا متعلق باللي فات وناسي اللي جاي؟ خايف من تكرار الفشل، ولا شايفها صعبة؟ والحقيقة هي كده كده صعبة. الشغل صعب، التعامل مع الناس صعب، انك تعمل فلوس وتتجوز وتفتح بيت وحياة حلوة صعب، وان انت كل يوم تروح الشغل برضه صعب. هي الحياة كده مش سهلة، ومفيش حاجة ينفع تكون سهلة. احنا مش في الجنة. فيا اما افضل احاول لحد اخر نفس عشان بعدين ابقى فخور بنفسي واقول الحمد لله انا قدرت اعمل اللي اقدر اعمله، يا اما افضل قاعد مصعبة على نفسي وحاطط ايدي على خدي ويجي بعدين واقول يا ريتني كنت عملت. زي ما بقول دلوقتي على زمان، يا ريتني كنت عملت، يا ريتني كنت فقت من بدري. وانا دلوقتي اخدت قرار اني افوق وادي لنفسي فرصة تانية وتالتة وعشرة للحياة، لان دايما في فرصة تانية، باب مفتوح لك في حتة تانية، قصة جديدة مستنياك،
وحاجة تعوضك عن حاجة تانية. ودايما هتلاقي فرصة مناسبة ليك مستنياك في طريقك، بس انت اللي مش شايفها وبتعدي من جنبها ولا واخد بالك منها، لانك دايما باصص وراك. فبلاش تبص على الحاجة اللي ربنا ما كتبهاش ليك، بص قدامك، لان ربنا ما خلقكش عشان تحس بالضياع، لكن ربنا خلقك عشان ترضى بالقضاء والقدر وتاخد بالاسباب، وبعدها هيكافئك. الحياة ما بتقفش على حاجة غير على صاحب الحاجة نفسه. فأنا ليه أخلي حياتي تقف على الماضي؟ أنا أخليها تمشي للمستقبل اللي أكيد أنا عايزه يبقى أحسن من كل اللي فات، وإن شاء الله أنا هقدر أعمل كده. ودلوقتي وأخيرا وبعد ما فضفضت، أنا مبسوط من نفسي إني ابتديت أسمع لها بدل ما كنت بعيط معاها أو بهرب منها. أول مرة أقعد مع نفسي وأنا مش خايف من دماغي، لكن وأنا متصالح معاها. اتكلمت كتير بس الحمد لله ارتحت، وده اللي أنا كنت بدور عليه. شكرا إنكم سمعتوني، مستني تعليقاتكم ونصايحكم، وما تنسوش الشير. كان معاكم راديو جديد مع مذيع مش عايز يقول اسمه.